وبالمناسبة الأستاذة اللي كانت قاعدة قدامه أختنا ناهد متولي، المذيعة اللي كانت قاعدة قدامه دي الحمد لله رجعت تاني للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ابتدوا بقى المسيحيين من كل مكان يتصلوا بيا، اتملى دماغي بالمسيح. بس أنا من النوع اللي ما بقتنعش بالكلام، أحب أقرأ، عندي كتب كتير جدا في المسيحية. في المسيحية. اكتشفت إنها كذبة كذبة كبيرة، وأحمدك يا رب وأشكر فضلك إن أنت نورت عيني وخلتني أشوف الحقيقة دي. كم أخذ منك من الوقت حتى تعرفي إنه المسيحية كذبة كبيرة؟ كل الدول اللي هنا دعوني، فكنت مشغولة ومشدودة وبحكي اختباري وفرحانة باختباري وبحكي هنا وهنا، فما كنتش مركزة أبحث حقيقة اللي أنا فيه. صحتي تعبت وابتديت أقعد، قلت لا ما أقدرش أقعد ساكت، لازم أقرأ ولازم أبحث. لقيت العجب بمعنى الكلمة، هو مش إله أبدا، هو شخص سيء. يا رب أنت شاهد إن أنا بقول الحقيقة. أسوأ شخصية مرت عليا في حياتي هو يسوع المسيح. أنت لا تقصدين عيسى بن مريم الحقيقي؟ لا أنا حاسة بتأنيب ضمير. أنا لما شفت المسيح في رؤيا هيصت الدنيا وسافرت في العالم كله وقعدت أقول شفت المسيح. واجب عليا لما اكتشفت شخصية المسيح الحقيقية إن أنا أقول للناس أحمدك يا رب وأشكر فضلك إن أنت اديتني العمر إن أنا أصحح الغلطة الكبيرة اللي وقعت فيها. لازم الناس اللي جم للمسيحية بسبب كلامي يوصل لهم كلامي واللي أنا توصلت له.